بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المشاهدين والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتجدد اللقاء معكم من رحاب قناة شبكة السلام الفضائية. في هذا اللقاء الكريم المبارك نحب أن في البداية أن نرحب بكم ونرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا ويوفقنا لما فيه الخير. حياكم الله. في لقائنا اليوم ونحن نعيش أواخر شهر رمضان وقدوم العشر الأخيرة منه، ففي البدء نرحب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها قدوم خير، أن يجعل علينا قدومها قدوم خير وبركة، ونبارك لكم قدوم هذه الأيام المباركة فضيلة الشيخ والمشاهدين الكرام. ومن خلال مدخل برنامجنا عن البر والتقوى واهتمام الدين الإسلامي بهذه القيم الكبيرة، ولعل من الجدير بالاهتمام والعناية أن يكون الحديث في مدخل هذا اللقاء عن هذه العشر وكيفية استقبالها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها الأهمية، وذلك فيما يجسر وما يحقق مقصد التقوى الكبير الذي من خلال الشهر يراعى، وفي آخرها يكون أيضا الاهتمام بها أكثر وأكثر. فتفضلوا جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، تقول عنه عائشة رضي الله عنها بأنه كان يوقظ أهله ويقيم ليله ويشد مئزره عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك طبعا اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم كذلك لأمته باعتباره القدوة والأسوة لهذه الأمة، تعليمهم بكيف يغتنم الفرد المسلم هذه العشر الأواخر. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال: ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق الأزمان وفاضل بينها، وخلق الأكوان وخلق الإنسان وفاضل بينه، وخلق المكان وفاضل بينه، فجعل الله سبحانه وتعالى بعض الأماكن أفضل من بعض، وبعض الأشخاص عنده سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم أفضل من غيرهم. وكذلك في الأزمنة جعل هنالك بعض الأزمنة ساحات للعبادة، فجعل شهر رمضان مكانا للصيام، وجعل أشهر الحج مكانا للحج، وجعل أيضا هنالك ساعة في يوم الجمعة، يعني يحرص المسلم كذلك على أن يغتنم هذه الفرصة. فعموما موضوع العشر الأواخر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به فيه حكم عظيمة جدا، وهي أن هذه العشر فيها جملة من الأشياء التي لا بد من أن يلتفت إليها الإنسان ويشعر بأن والله فيها غنائم وفيها هبات من الله سبحانه وتعالى، وكأنما والله صام الإنسان 20 يوما ثم وهو يدخل الآن في السباق الأخير. وفي هذا السباق الأخير طبعا تظهر دائما روح المنافسة وروح السباق، والمسلم لا يكون بدايته دائما نشط وحيوي، ثم إذا طال به المقام فتر وضعف. لا، المسلم يكون على وتيرة واحدة، بل يزداد كلما اقتربت النهايات. فهذه هي الصورة لكل التي ينبغي أن يكون عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن هذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر، وأشار إليها القرآن الكريم ونص عليها كذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الليلة من الليالي العظيمة، ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أخفاها وخبأها، ولم يأتي فيها النص قاطعا بأن تكون والله هي في اليوم الفلاني، ولكن المؤكد أنها هي في هذه العشر. وبالتالي من أراد أن ينال هذه الليلة المباركة التي يكون فيها الأجر خير من 1000 شهر مما سواها من الأيام، فلن يكون ذلك إلا بأن يحرص ويجتهد خلال العشر كلها، حتى لا يحصل له فوات من هذه المنحة الإلهية وهذه الهبة الإلهية. وأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنها أعمار قصيرة،
ولذلك الله تبارك وتعالى بارك لها في أوقاتها وبارك لها في الأعمال التي ترتقي بها كذلك للحاق ببقية الأمم، هو هذا النوع من العطاءات، وهو أن تكون هنالك أيام فاضلة وأزمان فاضلة وأوقات معينة تصلح لأن يقترب فيها الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فعلى كل هذه العشر أهم ما ينبغي أن ننتبه إليه هو وجود هذه الليلة المباركة. صحيح هي في العشر الأواخر، ودلت كثير من النصوص على أنها في الليالي الوترية، ولكن الإنسان ما دام أنها فترة محدودة وهي 10 أيام، على الإنسان أن يحرص خلال هذه الأيام المحدودة القليلة أن تكون إن شاء الله مما يقتنم فيها الإنسان ويقتنص فيها الفرص. وفي موضوع العشرة هنا أيضا نربط ما بين العشر الليالي وما بين العشر الأيام. يعني عندنا العشر أيام في ذي الحجة، من بداية ذي الحجة إلى اليوم العاشر، هذه نهارية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أفضال. وهنا هذه الليالي التي نتكلم عنها هي ليالي، وبالتالي العشر أيام في السنة أفضل من حيث النهار، والعشر ليالي أفضل من حيث الليالي. وبالتالي يكون الإنسان إن شاء الله إذا وفق في العشر هذه والعشر التي ستأتي في أيام الحج يكون قد جمع خيرا كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كان يشد مئزره، إما أنها دلالة على ترك المعاشرة الزوجية في هذه الأيام وعدم الالتفات إليها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تدل كذلك على الجدية والحزم والحسم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن تكون هذه الأيام يملأها النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون إن شاء الله في رصيد ميزانه. ولذلك كان يشد مئزره ويقوم ليله ويوقظ أهله. كذلك أيضا لا بد أن ننتبه إلى أن العشر لا يكون الإنسان فقط لنفسه، بل أيضا عليه أن يشرك أسرته ويشرك أبناءه ويشرك كذلك أقرباءه ويحيي معهم على كل الليلة ما استطاع. هذه على كل من الأشياء التي ربما نقول نحتاج أن ننبه إليها الناس. وبطبيعة الحال العشر هذه الأفضل فيها أن والله الإنسان يشغل نفسه بالذكر من صلاة وصيام وتسبيح وتهليل ودعاء إلى غير ذلك. لكن لا نقول أيضا في هذه العشر محصورة فقط على هذه قد تكون مكان أساسي لها ولا بد من التركيز. لكن في كل أمسية لو أن الإنسان أيضا سعى في جملة من الأعمال، سعى مثلا على يتيم أو على مسكين أو سعى على زيارة مريض أو تفقد صلة رحم وأدخلها ضمن هذه الليالي، فإن ذلك أيضا مما إن شاء الله العمل أيضا يضاعف فيها. ولكن كل الحرص على موضوع الذكر على وجه التحديد بنوعيه، دعاء الذكر ودعاء المسألة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا بد أن نحرص إن شاء الله على هذه الليالي التي نحن فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا كلام يعني مفيد وكلام في محله، وخاصة ونحن حقيقة يعني في موسم رمضان، موسم كبير، وتأتي هذه العشر لتكون خلاصة الخير والفتح على الإنسان لينال بإذن الله من فضل الله الكريم. ونحن فضيلة الشيخ نتحدث عن التقوى والأعمال الصالحة، والحديث التقوى حديث عميق وحديث واسع في حقيقة في القرآن وفي السنة. نريد أن نتلمس يعني التقوى والبر كيف ممكن أن نكسبه ونحققه، في ما المعاني والمغازي التي من خلال الصيام تكون يعني حقيقة تلمسنا هذه التقوى وحزنا عليها. لو تفضلتم بهذا الصدد. طبعا موضوع التقوى يعني ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة ومواطن كثيرة، ويرد أحيانا منفردا وأحيانا يرد مع غيره. وهنا لا بد لمن أراد أن يحدد المفردة القرآنية كما يسميها العلماء في سياقها الذي ترد فيه. يعني أحيانا ترد مفردة وأحيانا ترد مع غيرها، كما هي الحال في مسألة البر والتقوى. الله تبارك وتعالى لما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهنا تلاحظ بأن عندما ترد كلمتان في مكان واحد وفي موطن واحد وبينهما هذه الواو، فهنا غالبا التي تكون تالية للأولى هذه تكون مغايرة لها، فليس بلازم أن يكون والله التقوى هي البر أو البر هو التقوى، لا، ما دام أنها أفردت تتعاون على البر والتقوى
فيلزم بعد ذلك البحث في مفردة التقوى في كتاب الله تبارك وتعالى. نلاحظ بأن كلمة البر هو عبارة عن مسمى جامع لكل أفعال الخير التي الأصل فيها الفعل أو الأصل فيها الإيجاب. هذا يعني الله تبارك وتعالى يقول صلوا صوموا زكوا، هذه كلها تعتبر داخلة معنا في إيه؟ الصدقات، النفقات، هذه كلها تدخل معنا في أعمال البر. فالبر كلمة جامعة لما هو واجب ولما هو مستحب ولما هو فاضل في شريعة الله تبارك وتعالى. والتقوى، أنا هنا أحاول أن أبسط الفهم، التقوى ستكون الأصل فيها ترك المنهيات والمحرمات وعدم إضاعة الحقوق أو تجاوز الحدود. فهنا تكتمل معك الواجبات مع إيه؟ مع المنهيات. وكأنما الله تبارك وتعالى يقول والله ما يلزم أن تتعاونوا عليه هو فعل الخيرات وترك المنكرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما هنا يسأل الله تبارك وتعالى فعل الخيرات هي البر، ترك المنكرات هو التقوى. وبهذا الشكل تكون إن شاء الله قد جمعت ما بين ما هو واجب فعله أو مستحب فعله، وما بين ترك ما هو محرم سواء كان لذاته أو لغيره، وما هو مكروه. فالتقوى هو ترك المحرمات والمكروهات، والبر هو فعل الواجبات والمستحبات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. حقيقة هذا المعاني الصائم أيضا يعني يلحظها ويسعى إليها تحقيق حقيقة من خلال الأعمال الكثيرة، وخاصة ونحن كما أسلفتم في يعني هذه العشر الفاضلة، فبقدر ما يعني الإنسان يكون باذلا جهده ووسعه في أعمال البر المتنوعة، والتنويع منها مهم، وفي نفس الوقت أيضا يحذر في هذه الأيام الفاضلة فليست كغيرها في الاجتناب. لعل من كلمة يعني أيضا بهذا الصدد أن الإنسان يكثر يعني قدر وسعه وينوع من عباداته ليكتمل عنده البر وتتحقق كذلك التقوى لعلكم تتقون. نعم، على كل هي الشريعة سبحان الله جاءت لمصلحة هذا العبد وتكلفه بما يطيق. وهنا أقول بأن الإنسان وإن كان مطلوبا منه أن يحاول ينوع ويعدد ويسعى في أكثر من جهة، ولكن أيضا نقول بأن للناس مقامات أقامهم الله فيها. فمن الناس من أقامه الله في الجهاد وأفضل أعماله تكون في الجهاد، ومن الناس من أقامه في العلم ويكون أفضل أعماله هي العلم، ومن الناس من أقامه في البر والإحسان والعمل الخيري ويكون هذا مقامه. ولذلك سبحان الله أحيانا نحن يعني بعض الناس يتصور بأنه والله هنالك خير مطلق أو شر مطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان يوجه الناس إلى ما ينفعهم في خصائصهم. يأتي شخص يسأله سؤال فيدله على أمر يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص يناسبه ذلك، وهكذا. يعني مثلا بعض الناس سبحان الله يحسن أن يكون من رواد المساجد باستمرار وتجده دائما حمامة المسجد كما يقول. وفي شخص آخر الله سبحانه وتعالى سخره لنفع العباد، تجده في ساحات العمل الخيري ويسعى جاهدا لهذا الموضوع. لكن كما تفضلت، كل من كان قادرا ومستطيعا في أن ينوع من عباداته ومن شعائره ومن معاملاته مع الله سبحانه وتعالى فإن ذلك هو الأفضل وهو الأولى. ولذلك يعني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله له كلام جميل جدا في قضية أي العمل أفضل، أي العمل أفضل. فهو يقول بأن والله الأفضل في كل مقام هو ما يجب فيه، الأفضل في كل مقام هو ما يجب فيه. فإذا كانت اللحظة مثلا لحظة نصرة ولحظة جمع أموال للفقراء ولحظة مناصرة المظلومين يكون الأولوية لهذا الجانب. وإذا كانت والله لا الوقت الآن مثلا وقت صلاة يجب أن تكون الأولوية للصلاة، وهكذا. فنحن محتاجين إلى أن نتعرف فضائل الأعمال من خلال أولا التعرف على واجب الوقت، وهو ما الذي يجب علي في هذه اللحظة حتى أقوم به، وما هو أيضا ما ليس بواجب لكنه يدخل في المستحبات. وبالتالي أنت هنا ستكون بحاجة إلى معرفة مراتب الأعمال وفقه هذه المراتب، ثم تحاول أن تنوع وتعدد بعد أن تتعرف على الأقل على هذا الاتجاه. لأن هنالك سبحان الله بعض الناس تجده مكرس جهده في المستحبات
وأمامه جملة من الفرائض والواجبات، وهذا خلل طبعا في نمط التفكير. مثل مثلا بعض الذين مثلا تجد سبحان الله هو حريص أنه والله يعني يعتمر كل عام عمرة وراء عمرة، عمرة وراء، بينما هذا المبلغ نفسه الذي يعتمر به ربما يكون هنالك من أقرب الناس إليه أو ممن حوله هم بحاجة إلى هذا المبلغ حتى يقيموا حياتهم على أحسن ما يكون. فهذا على كل من الفقه الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى من شاء. ولهذا يقال بأن عبد الله بن المبارك جمع لسنوات يعني حاجته للمال حتى يقوم بالحج، ثم وجده هو خلاص قد رتب أمره إلى الحج، وقبل أن يدخل في النسك يجد امرأة أو يجد شخصا فقيرا عنده عيال ومحتاج إلى المال، فأخذ كل المال ووضعه في يده، واعتبر هذه الحجة هي بنية إنقاذ هذا المسكين. فتصور لو أننا أحيينا هذه المعاني، إنه والله الذي حج واعتمر لسنوات ما الذي يمكن أيضا أن ينتجه في حالة أن والله مبلغ العمرة هذا أروح وأنا أذهب به إلى منطقة نازحين أو منطقة لاجئين أو حتى من الجوار القريب أو البعيد بالنسبة لك، وتحاول أن تضع المال في هذا هذه كلها قضايا على كل نحتاج إن شاء الله إلى الالتفات والتنبيه عليها. بارك الله فيكم. لا شك أنه معنى البر والتقوى يعني ينتقل إلى حياتنا، ينبغي أن يكون يدخل في يعني الحياة العملية، سواء في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في أسرنا. كيف يمكن يعني يكون تأثير لنقل هذا المعنى، معنى التعاون على البر والتقوى، وأثره الإيجابي في واقع حياة، سواء في الأسرة مثلا، سواء في دوائر العمل، في كل يعني قدر ما يعني نحقق أن نحاذر يكون هذا المعنى التعبدي وأثره الإيجابي يعني، وما ينتجه بين أفراد المسلمين. بارك الله فيكم. من حكمة الله تبارك وتعالى بأن جعل كل الشعائر تخدم السلوك الإنساني بعد انتهائها. نعم. يعني مثلا الصلاة الله تبارك وتعالى يقول بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، مش كده؟ نعم. قال ولذكر الله أكبر. يعني كأنما الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة تتذكر فيها كل القيم من خوف الله ومحبة الله ورجاءه والخوف منه جل جلاله وتعظيمه وتعظيم أمره. فأنت مسألة التقوى عندما تدخل إلى المسجد تستذكر كل هذه المعاني، تستذكر كل هذه المعاني. يعني لن تكون هي ناهية عن المنكر وداعية للمعروف إن لم يقوى فيها الذكر. يعني الصلاة نفس إن لم يقوى فيها عنصر الذكر لن تكون مؤثرة. نفس الطريقة الصيام إن لم يقوى فيه عنصر التقوى، لأنه الآن أنا فسرت مثلا التقوى بأنه هي حالة الامتناع، يعني الامتناع عن كل محرم، مش كده؟ تصور بأن الامتناع بالنسبة لآدم عليه السلام هو أن لا يأكل من الشجرة. كانت هذه تقواه، مش كده؟ جميل. لا تأكل هذه الشجرة. نعم. أنت بالنسبة لك تقواك على الأقل في رمضان قال لك والله لا تأكل، لا تشرب، لا تقرب النساء، لا تقترب من الفواحش والمنكرات، عف نفسك كده، هذه المعاني كلها. نعم. طيب كلما تعززت التقوى في رمضان بالامتناع عن هذه الأشياء، يعني أنت امتنعت عن حلال، لاحظ امتنعت عن أشياء، خليك من المحرمات، أنت الآن امتنعت عن طعام مشروع وعن شراب مشروع وعن اتصال بالنساء مشروع. جميل. ولكن مع ذلك الله رباك على إيش؟ رباك في ساعات معينة أنه والله تستطيع أن تكف نفسك وتمتنع عن هذه المنكرات. هذه القضية إذا استطعت إلى نهاية الشهر قد تدربت لمدة شهر كامل، أشبه بدورة دورة تدريبية. جميل. إنك أنت والله استطعت أنه والله في الحلال أطعت الله، فما بالك في الحرام. يعني التقوى ستكون أكثر كثيرا لما تخرج تقول والله أنا شهر كامل ممتنع عن أشياء محلة حلال، فكيف عندما أخرج ستكون الفواحش أكثر بغضا إليك، وسيكون أكل أموال الناس أكثر بغضا إليك، وستكون الناحية العملية التي أنت مطالب بها سواء كنت في وظيفة أو كنت في مطعم أو كنت في أي مكان من الأماكن، أنه مطالب أن تؤديها، يجب أن تؤديها على أحسن ما يكون. ولذلك سبحان الله ليش أنا أقول بأنه كل عبادة من العبادات تؤدي بنا أنه يتحسن سلوكنا. لاحظ الآيات في سورة البقرة بعد أن اكتملت من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام،
إلى الآيات ختمت ما بين آيات الحج، اللي ما بين آيات الصيام وآيات الحج. يسألونك عن الأهلة، جاءت آية كثيرا ما كنت سبحان الله احتار ليش والله هذه الآية في هذا المكان. والله سبحانه وتعالى الذي رتب هذا المصحف لم يرتبه عبثا، في حكمة. الآية تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. عجيب ما شاء الله. لاحظت؟ نعم. كأنما يقول لك والله أنت الآن خرجت من شعيرة وماشي لشعيرة. شعيرة التقوى يجب أن تربيك على مسألة مهمة جدا، وهو ألا تأكل أموال الناس بالباطل. يا سلام. نعم. كأنما يقول لك والله النموذج أنا الذي أريد أن تتربى عليه وأنت ماشي إلى الحج. الحج سيبنى على المال، مش كده؟ فأول سؤال، هل هذا الحج الذي أنا أقوم به هو حج من مال حلال؟ هل من مال خالص أم فيه نصب، فيه احتيال، فيه أكل أموال الناس، فيه يتامى، فيه سرقات، فيه اغتصاب، فيه كذا؟ كأنما الله عز وجل يقول لك إياك إذا لم تنجح في التقوى المانعة لك من أكل أموال الناس بالباطل لا تذهب إلى الحج. سبحان الله. لاحظت؟ فهذه شوف حكمة الله في أن يضع هذه الآية في هذا المكان ويجعلها مدرسة جديدة. كأنما والله أنت المحك التدريبي الآن صمت وكل شيء، نعم سنرى أثر تقواك في موضوع المال. عشان كده الله النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أكبر، يعني ربما أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. إذا لا بد موضوع التقوى يظهر في حياتنا العملية الميدانية، يعني الشعائر إذا لم تؤدي إلى ذلك لم تؤدي مفعولها. عشان كده أنا أقول دائما لكثير من الأصحاب الصلاة لما نذهب إلى المساجد نذهب لنذكر الله. نحن الآن نسميها دور العبادة، مش كده؟ أنا أميل إلى أن نسميها دور الذكر وليس دور العبادة، لأن ساحة العبادة ساحة واسعة، ساحة الحياة كلها عبادة. لكن المسجد ساحة ذكر، والصيام ساحة تقوى. لاحظ. طيب أنا عندي ساحة ذكر زي الشخص اللي عنده موبايل وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. أنت في بيوت أذن الله أن ترفع وإيش؟ ويذكر، ما قال ويعبد. نعم. ويذكر فيها اسمه. وين نعبدك يا رب؟ بعد تخرج من المسجد. أثر هذه الصلاة في سلوكك العملي، هذا هو التعبد، بحيث الحياة كلها تتحول عندنا بهذا المعنى. لما يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ الناس المصور العبادة هي بس دخول المسجد لا، ليس كذلك. ساحات الحياة كلها بالنسبة أنت الآن مثلا 8 ساعات في عملك، مش كده؟ 8 ساعات في العمل، مطالب بتحقيق التقوى في 8 ساعات، بينما محتاج أن تتذكر في الربع ساعة بتاع الصلاة. تشحن زي الموبايل ده، تشحن، تدخل المسجد تشحن، عبيت 100% أطلع لساحة العمل. المسافة بتاعت الشحن هذه البسيطة يفترض أن تؤدي بينا لفترة إيه؟ 4-5 ساعات من التقوى ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى. فنحن محتاجين لأنه تنعكس هذه. مثلا الزكاة من ضمن الأشياء التي يريدها الله تبارك وتعالى أن نتقي شح الأنفس، ومن يوق شح نفسه. فالزكاة تخرج من دواخلنا البخل والشح والامتناع عن الخير، وهذه كلها تخرجها الزكاة. انظر سبحان الله، الزكاة طهارة باطنية والصلاة باطنية وخارجية، يعني نتطهر عندما نقدم عليها بالوضوء، مش كده؟ لكن الزكاة هي تطهر باطني، ما يسميه علي عزت بوغوفيتش كيف تتطهر جوانيا وبرانيا. الجوان هو الباطن، والبراني هو الأفعال التي نقوم بها. فعلى كل نحن مطالبون في هذه الشعائر أن تنعكس في واقع حياتنا اليوم. ولذلك إذا سألتني أين تكمن أزمة المسلمين، أقول لك عندما فصلوا ما بين فقه المعاش وفقه المعاد. يعني يفترض هذا فقه المعاش اللي هو فقه الأسواق يرتبط عندنا بإيه؟ بفقه التعبد، ويرتبط عندنا بذكر الله، ويرتبط عندنا بأنه والله حلال أم حرام. هذه هي العبادة التي أنت ستؤديها في الأسواق. الله يكرمك. بارك الله فيكم، جميل هذه المعاني، جزاكم الله خير. وحقيقة يعني في حياتنا تأثير كبير لهذه المعاني من التعاون ومن البر فيما فهذا الانعكاس يعني حقيقة يعزز معنى مهم وجميل، وهو معنى يعني المحبة الأخوية، بقدر ما حقيقة يكون موجود التعاون
وبالتالي يكون في يعني حقيقة رحمة بالضعيف، نعم. في تفقد، في هذه المعاني أيضا مهمة شديد في المجتمع، حتى الأواصر تكون معززة يعني يعني يتحقق حتى الأمن، حتى المجتمعات عندما تريد الأمن والسلام وكذا، فلا بد أن يكون أيضا يعني هذا التعاون، وبذلك يعني يتحقق كثير من الفوائد المجتمعية. لو أشير إلى هذا وأهميته أيضا سواء للبنية يعني المحيطة البسيطة، أو كذلك بنية المجتمع ككل الذي يريد الأمن والسلام والاستقرار يعني. نعم. هو حقيقة موضوع الجماعية أو أنه نحن ننظر إلى بعضنا البعض في صورة جماعية وليس في صورة فردانية. نعم. سبحان الله، الإسلام يربي الناس على هذا النمط. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة جماعية، جميل. الأفضل فيها. نعم. جعل الصيام جماعي، جعل الحج أيضا إيه؟ جماعي. نعم. جعل الزكاة نفسها تشكل حالة جماعية. يعني الذين آتاهم الله وحباهم الأموال يتحركون جماعيا في أنهم يخرجون زكاة أموالهم حتى تصل إلى أيضا إيه؟ إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات بصورة جماعية، وتشكل هذه لحمة ما بين هؤلاء وهؤلاء. وبالتالي يسحب الإسلام فتيل الأزمات وفتيل المشكلات في هذا الذي والله آتاه الله مالا إن لم يخرج حقه نشأت العداوة والبغضاء والحزازات الشخصية والحزازات النفسية ونشأ الحسد ونشأت الكراهية إلى غير ذلك مما يمكن أن تسببه هذا النوع من المشكلات. فعلى كل كما تفضلت يعني التعاون على البر والتقوى والسعي في هذا الاتجاه بشكل جماعي في ظل خاصة الآن نحن نعيش ما يمكن أن يسمى بالحضارة الفردانية، الحضارة الغربية التي قائمة على فكرة الفرد. نعم. إنه والله أنت تفكر في ذاتك، تفكر في شخصك، تفكر في بقائك، ولا يهمك كثيرا الآخر. للأسف الشديد هذا النوع من الثقافة الآن اجتاح بلاد المسلمين بشكل كبير، لدرجة أن والله العقل المصلحي الفردي هو الذي يسود. وتتفكك الروابط الجماعية بدءا من الأسرة. أن أصلا الآن المنظومة الغربية قائمة على أنه والله الشخص يصل إلى الفردانية فيما يعرف الآن بواحدة من عناصر الليبرالية والمفهوم الليبرالي، أنه والله الإنسان ينظر إلى حالته الفردية، وهنا تتضاءل وتتراجع مفهوم التكافل الاجتماعي ومفهوم الترابط المجتمعي، فيقل ذلك. وهم في نهاية المطاف ربطوا هذا الفرد ببنيته الضعيفة، ربطوه مع الدولة بضخامتها وآلتها، ثم بدأوا بعد ذلك في إشكالات كيف يحمو هذا الفرد من ضخامة الدولة. الإسلام لا، الإسلام يعزز المجتمع ويعزز الروابط المجتمعية أيا كانت هذه الروابط، يعزز وجودها في الصلاة، يعزز وجودها في الصيام، يعزز وجودها في الزكاة، يعزز وجودها في الحج. فأركان الإسلام الأربعة هذه اللي مبنية على شهادة لا إله إلا الله، هذه الأربعة كل مبناها على إيه؟ على الفكرة الجماعية. لما تأتي أيضا إلى أنه والله تريد أن تتعاون على البر والتقوى، يقول لك والله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الصورة مهمة جدا، وكما تفضلت تؤدي بالناس إلى التلاحم والترابط ونكران الذات بقدر الإمكان، وتؤدي إلى أن تكون المحبة بين الناس هي السائدة. والله تبارك وتعالى جعل كل ذلك مما يعزز عموما وحدة الأمة، ولذلك الله تبارك وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا نلاحظ كلمة جميعا سبحان الله في السياق تأتي بأن والله حالة الاعتصام يجب أن تكون حالة كوننا مجتمعين، يعني أيضا نعتصم فرادى ولكننا أيضا نعتصم مجتمعين. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. والحديث الشيق في هذا الباب يطول بنا، ولكن هنالك بعض الأسئلة أيضا للمشاهدين والمشاهدات الكرام، إن شاء الله نقف على بعضها في ختام حلقتنا هذه. يقول أحد الأخوة سؤال، يسأل: أنا صائم ولكن في بعض المرات سبحان الله والعياذ بالله أسب الدين وأنا متعصب، هل صيامي صحيح؟ هل إسلامك صحيح؟ السؤال مشكلة يعني أعوذ بالله، يعني أن يصل الإنسان سبحان الله وهو صائم يسب الدين، هذه كارثة. إذا كان سب الدين هو كفر، وكفر يخرج من الملة والعياذ بالله، إلا إذا كانت له موانع، على كل كان يغمى عليه سورة الغضب وغيرها. لكن يجب أن يدرك المسلم بأن سب الدين، خاصة أن يسب الإنسان الإسلام، فإنه يسب الله ويسب رسوله ويسب دينه ويسب رسالته. فلا بد أولا أن نجاهد ونتقي بألسنتنا. لما قال معاذ
يا رسول الله أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن هذه الحصائد، حصائد الألسن، الله سبحانه وتعالى علمنا بأن والله وقولوا للناس حسنا، يعني لا بد أن نتربى على قول الحسن وعلى القول الأحسن وعلى قول الكلمة الطيبة. فقضية إنه والله هو الآن يسأل عن صيامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ولا بد أن يتوب ويراجع نفسه ويحسن من لغته، ولكن هذا خطير جدا، ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام كلها، دعك من دائرة الصيام. وبالتالي نحن نقول له عليه أن يحرص على التوبة وعلى الاستغفار وعلى ترديد شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ولكن أن يضبط لسانه قبل أن يضبط بقية جوارحه. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر أيضا يسأل، عندي سؤال يقول عن الاستحلام، يفطر الصائم؟ قصده الاحتلام. نعم. لا، الاحتلام لا يفطر الصائم، يعني لأنه في الإنسان وهو نائم مرفوع عنه القلم، فإذا احتلم الإنسان في نهار رمضان فليس عليه إلا أن يغتسل ويواصل في صومه وصلاته. نعم، بارك الله فيكم. أيضا السائلة تسأل، هل يجوز للرجل أخذ مرتب زوجته بدون رضاها؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. طبعا هو لا بد الإنسان سبحان الله أن يفرق بأن المرأة وهي تعيش في كنف الزوج لها ذمتها المالية، الإسلام يقر لها بالذمة المالية. هذه الذمة المالية سواء كانت من عمل خاص بها أو كان من مال الزوج الذي يعطيها له في شكل هبات أو في شكل مهر أو في شكل عطايا، وقد يكون ميراثا لها، قد يكون أحيانا ميراث مثلا جاءها من جهة ما ترثه، فكل هذه تشكل بالنسبة للمرأة ذمة شنو؟ ذمة المال. يعني هذه المرأة عندها أملاك، عندها أشياء تخصها، فلا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على أن يأخذ منها أو أن يمنعها أن تعطي، هذه كلها حق لها. لكن عموما الشريعة استحبت المرأة عندما تريد أن تتصرف في مالها تخبر زوجها، ليس لأن يمنع وكذا، لكن دائما سبحان الله لما يكون الزوج في الصورة أنه في مال خرج أو في مال دخل لزوجته، هذا ما يزيد عند بين الزوجين الثقة والمحبة وكذا، وقد يبدي لها استشارة تكون أيضا في صالحها، لكن في كل الأحوال لا يحق له أن يمنعها من ممارسة حقها في شؤونها المالية، ولكن يستحب أن تخبر زوجها بما تريد أن تقوم به من أعمال فيها طابع مالي. نعم، بارك الله فيكم. وقد أجبتم في إعطاء يعني أيضا الزوجة مال لوالديها من مرتبها، فهذا أيضا يعني أنه نعم هذا حق لها، بل هنا لا بد أن نقول إذا كان الوالدان عاجزان نعم فإنه يجب على كل الأبناء والبنات الإنفاق عليهم. إذا غطى واحد منهم ما في إشكال، لكن لا بد أن تدرك البنت إذا عندها مال خصوصا لله يعملنا نعم. أو وفرت شيء، فإن حاجة الوالدين لا بد أن تغطى من الأبناء بمجموعهم. طبعا الحتة دي سبحان الله حتى ونحن ندرس في الفقه ما كنا نتصور أن والله البنات عليهن واجب أن ينفقن على الوالد، لا، ينفقن على الوالدين إذا كنا مقتدرات ولهن أموال، والوالد أو الوالدين بحاجة، فإن المرأة تنفق على والديها ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك. نعم، بارك الله فيكم. يقول سائل، قلت لزوجتي يحرم علي جماعك بقصد الطلاق، هل الطلاق يقع؟ هو السائل كأنما الآن يحسم قضية إنه والله هو ما يريد يدخلها في الظهار بهذا الشكل يعني، أو يدخلها في أن حرمت علي أو حرمت علي. فعلى كل ما دام أنه نوى الطلاق فالطلاق يقع، ما دام أنه نوى الطلاق وهو يعترف بأنه نوى الطلاق فالطلاق يقع. نعم. يقول أيضا سائل آخر، هل يجوز الحج والعمرة بالتقسيط؟ أموال يعني يأخذها يعني يتدين ويسدد بالتقسيط. وعلى كل الأصل أن الإنسان لا يدخل في يعني في ذمته المالية لا يدخل الديون في الشعائر التي تقوم أصلا على الكفاية المالية. يعني الحج الله تبارك وتعالى يريده أن يكون بكفاية مالية،
نعم. فالذي يدخل في هذا الوضع اللي هو والله إدخال نفسه في ديون لا يدري بعد ذلك هل هذا الدين يستطيع أصلا أن يسدده أو أنه سيموت قبل أن يسدد هذا الدين. هذه كل إشكالات. وعلى كل أنا أنصح بأن الإنسان عليه أن لا يغامر في هذا النوع من العبادات بالوقوع في الديون أو الالتزام بالديون تثقل عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت ما مكلف ما دمت عاجز وما قادر، ما مكلف بشعيرة الحج، وتنتظر إن شاء الله يفتح الله عليك. أو إذا كان والله في إمكانية لأنك مثلا تدبر وتعمل حساب له علاقة بموضوع الحج تضعه وإلى أن تكتمل عندك، هذه قضية أخرى. لكن لا أرى على كل موضوع أنه الإنسان يدخل نفسه في ديون، ولكن ما نستطيع أن نقول بأن حجه لا يصح إذا كان استدان وأخبر أهل الدين بأنه والله هو ذاهب إلى الحج واستأذنهم، فهذا من حيث الصحة ما في إشكال. لكن الإنسان لا يدري هل والله يمد الله في عمره فيستطيع أن يسدد هذه الديون أم ستبقى في ذمته، ونحن نعرف خطورة الدين يعني على الإنسان باعتباره حقوق العباد. نعم، بارك الله فيكم. هنالك أيضا سؤال للولادة المرأة عند طبيب رجل يعني. هو طبعا الواجب على الإنسان إذا كانت هنالك طبيبة، الواجب الذهاب إلى الطبيبة. يعني لم يجز العلماء التداوي عند الطبيب الرجل بالنسبة للمرأة، خاصة فيما يتعلق بالولادة إذا لم تكن هنالك حاجة لذلك، فلا يمكن الإنسان أن يباح له هذا النوع. وكثير من الناس للأسف الشديد يتساهلون بهذا الباب على وجه التحديد، وبعضهم تحت حجة إنه والله الحجج الطبية. فعلى كل إذا كانت هنالك امرأة يعني يمكن أن نقول بأن والله قد تتابع المرأة مع طبيب إذا كان حاذقا، إذا كان ماهرا، إذا كان كذا. ولكن موضوع الولادة الأفضل أن تباشره امرأة، وإلا إذا تعذر لا يوجد هناك والمرأة قد تتعرض حياتها، فهنا أجاز على كل العلماء تحت قاعدة ما أبيح لغيره يباح في المصالح الراجحة أو في دفع المفاسد كذلك المتوقع. لعل سؤال أيضا ورد من أحد الأخوة، يقول أنه جمع لأحد العمال عملا، وبعد ما أنجز العامل عمله أعطى للذي دله على ذلك العمل مبلغا من المال مقابل هذه الخدمة. ما حكم هذا المال؟ كأنه موضوع الوسيط أو ما يسمى بالسمسار أو كذا. لا، هو الآن على كل هذا الشخص يبدو من خلال سؤاله هو بمحض إرادته يريد أن يمنح ويحسن إلى من دله على العمل، فهذا لا حرج فيه. يعني ما على المحسنين من سبيل ما دام أنك تريد أن تحسن إليه وتقدم. لكن بعضهم يكون والله سلفا، هو مهمته أن يوفر الأعمال ويأخذ عليها أجر، فهذه له أتعابه. على كل هذا الذي يذهب ويوفر مع أعمال وقد يكون فاتح مكتب لهذا الغرض، يتواصل مع الشركات ويتواصل مع أصحاب التجارة وأصحاب المواقع العمل، فعلى كل لا حرج سواء كان بالصورة الأولى أو بالصورة الثانية، فما فعله هذا الإنسان فهو خير إن شاء الله ولا حرج. بارك الله فيكم. وأيضا لعل إلى أن يأتينا إشارة الختام عن ونحن في العشر الأواخر وتحري يعني ليلة القدر والاجتهاد فيها، يعني هل هي محددة؟ هل يتحرى في جميع الأيام أم في الوتر؟ لعل هذا الباب أيضا بعد الناس يحتاج فيه إلى تنبيه. أظن في مقدمة الكلام ذكرت بأن الإنسان القادر الذي ليست له شواغل عليه أن يعتبر العشر الأواخر هذه كلها بالنسبة له ساحة عمل. نعم، جميل. فإن فعل ذلك حصل إن شاء الله أجر ليلة القدر، يعني بلا في العشر أيام هذه اشتغل الشخص ما شاء الله صيام نهار وقيام بالليل وإنفاق وتصدق وصلة رحم ودعاء وذكر، على كل ملأ ليلته أو ملأ جزءا من ليله. وهنا نقول الليلة من لحظة غروب الشمس. نعم. يعني من لحظة تأخذ التمرة على هنا أنت دخلت في شنو؟ دخلت في الليلة، أنه خلاص رفع الأذان دخلنا في الليلة. هنا سبحان الله كل عمل نقوم به إلى صلاة الفجر داخل في ما نتكلم عنه. حتى الناس أيضا يعني بعض الناس يستصعبها، يعني في شخص مسكين مشغول لا يستطيع الليل كله، لكنه عنده بإمكان والله يوقف عمله ساعة ويتفرغ للدعاء والذكر والاتصال بالله سبحانه وتعالى.
ما عنده أكثر من كده. نقول له إن شاء الله أدركت هذه الليلة بهذه الساعة التي أنت قمت فيها. لا، واحد ما شاء الله عنده 3 ساعات فليقم 3 ساعات، واحد عنده ما شاء الله إمكانية أن يعتكف مثلا في هذه العشر فليعتكف. هذه كلها من الأشياء التي أول تدخل الإنسان في هذه الليلة المباركة. طبعا بعض الناس يكون مشغول شغل ثقيل جدا، نقول له والله أثناء عملك اجعل لسانك رطب بذكر الله. وأكثر من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتسأل الله العفو والعافية، تسأل الله تمام العافية، تسأل الله الشكر على العافية. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى ما استطعت في هذه حتى وأنت مشغول. فإن ذلك يدخل إن شاء الله أيضا في الأعمال الصالحة. أهم شيء لا تكون غافل في العشر هذه. العشر الليالي اجعل من نفسك لنفسك حتى وأنت مشغول، اجعل لها مساحة للذكر ومساحة للفكر ومساحة لتلاوة القرآن ومساحة للدعاء بقدر الإمكان. حتى لو أن الإنسان والله فرغ نفسه بس ساعة قبل طلوع الفجر، فإن ذلك إن شاء الله يجعله يدرك هذه الليلة المباركة. وإذا ما استطاع نقول برضو خلي أحرص على الليالي الوترية. هذه أيضا التحري فيها هو الأرجح أيضا، أنه والله يحرص الإنسان. ولكن طبعا لا ننسى نحن الآن نتكلم وقد يكون الكلام مفتوح لكل الناس. هنالك تفاوت الآن مثلا في الصيام، بعضهم يصوم مع بعض وبعض آخر تلقاه بلده تفرد، مثلا المغرب مثلا الآن تجدهم تأخروا عنه. فهنا تجعل القضية بتاعت الليلة الوترية محل إشكال. لو أننا والله كلنا صايمين مع بعض وفطرين ممكن نقول والله الليلة الوترية، لكن نحن نقول احرص على العشر، لأن ما كانت ليلة وترية عندنا مثلا في المشرق قد تكون ليلة ليست وترية بالنسبة للإخوة في المغرب وهكذا. فلا بد من يعني حرص الإنسان على هذه العشر، يحرص قدر الإمكان أن يقومها وأن يدعو الله فيها، ويحرص على أن يملأها ويشد كما ذكرنا المئزر، يوقظ أبنائه، يعلم أبنائه كذلك أهمية هذه الليالي حتى يتربوا على هذا الفعل. وكل ذلك إن شاء الله مما هو محبوب لله تبارك وتعالى ومأجور عليه. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وإخواننا المشاهدين والمشاهدات، المطلوب وقد حل بنا هذا الوقت المبارك أن نجد كما تقدم وتفضل فضيلة الشيخ بأن نجتهد بها بسائر الطاعات وما يقربنا الله عز وجل، حتى بإذن الله يصدق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بهذه الليلة المباركة ويجعلنا ممن يشهدها، حتى بإذن الله نكون فيها من السعداء في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. في ختام هذا اللقاء نتفضل بالشكر لكم للمتابعة، والشكر كذلك موصول لضيفنا فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان وفقه الله. وإلى لقاء يتجدد إن شاء الله في الأسبوع القادم. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.